السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الأخوات، فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تبخلوش علينا من لايك، شاركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله يا ربي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم إن شاء الله الحريرة من يديدة الوالدة، الله يخليها لينا وله لا يحرم حتى واحد من المهمة ديالو إن شاء الله يا ربي. مهم طريقتها هي هكا، راكم عارفين النساء الكبار عندهم الطريقة ديالهم مبسطة بلا بروتوكولات ولا داك الشيء. فنتمنى انها تعجبكم. وهنا شاركناها مع هكا شويه ضليعات ديال الخروف مشويين في الفران كاقتراح هكا لوجبة غداء. فنتمنى من القلب انه يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع الحباب. شاهدوا معنا الفيديو باش تعرفوا الطريقه والمكونات، وغادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنايا الوالده خدات كوكوط هكا كبيره شويه ديال 8 يطرو، دارت فيها اللحم مع زيت نوار الشمس وواحد شويه ديال الملح على حسب الذوق. تقدروا تحضروها بالدجاج، تقدروا، المهم راكم عارفين هذاك الشيء على حسب الرغبه ديال كل واحد. طريفات ديال اللحم مع المليحه وشويه ديال الزعفران، وغادي تقلي هذيك اللحمه هكا مزيان مع مع داك الزويته ومليحه وزعفران مع التحراك. من بعد غادي تضيف واحد البصيله متوسطه مشلضه، هي ما كتبغيش تطحنها ولا تحكها، كديرها مشلضه. هاد الطريقه كل واحد واللمسه ديالو، كل واحد والطريقه ديالو باش كيحضر الحريره ولا اي وجبه، ماشي ضروري كلشي يكون كيديرها بنفس الطريقه. هنا عندها الربيع اللي سبق جمداتو مطحون ومجمد، هو والمطيشه، ربيع قزبر ومعدنوس والكرافس، والمطيشه واحد 6 الحبات تقريبا ديال المطيشه تكون حمراء وزوينه. ما عندهمش مده طويله في الكونجيلاتور، يعني واحد 3 ايام، ولا كانت معوله باش انها تحضر بهم الحريره، فحضرتهم وطحنتهم واحتفظت بهم في الكونجيلاتور. والتتبيله ضافت واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير، وواحد نص معلقه صغيره هكا ديال الابزار فلفله كحله، ومعلقه صغيره مع عمره ديال الخرقوم. شنو اخر؟ هنايا غادي تضيف واحد شويه ديال الحمص على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي يدير العدس، كاين اللي كل واحد والرغبه ديالو. انا درت غير واحد الكميه قليله ديال الحمص مرطب سابقا بطبيعه الحال. نضيف واحد شويه ديال الماء وتخلي الطنجره هكا ديالنا تغلي واحد شويه، تبدا كتغلي. من بعد عاد غادي تسد على الكوكوط، غادي نخليوها تقريبا واحد 20 دقيقه ولا بلا ما طابلينا هذيك اللحم وهذاك الحمص. هنا بعد ما فاتت هذيك المده غنفتحوا عليها، وهنا غتضيف تزيد تكمل تقدر بالماء طايب، تزيد واحد الكميه ديال الماء، وغادي تضيف واحد القوطيم هذوك ديال المطيشه محكوكه ديال اللي كيتباعوا هكا في السوبر مارشي. اللي بغى يضيف الطماطم المركزه عيشه يقدر يضيف هكا واحد المعلقه صغيره ولا صافي. هنايا غادي تضيف كذلك بعد ما ضافت ديك المطيشه وداك الشيء، عندنا الفرينه تقريبا واحد 6 8 ديال المعالق كبار ديال الفرينه، نديروهم نضربوها هكا مع الماء مزيان باش ما يبقاوش هذوك الكويرات، ونضيفوها باش ندوروا بها الحريره ديالنا مع التحراك. ضروري ما اننا نبقاو نحركوا باش ما تكورش لينا وتعجن لينا هذيك الفرينه لتحت. ضروري نبقاو نحركوا تقريبا حتى تقرب الطيب، يعني واحد 20 دقيقه 25 دقيقه تقريبا. قبل هنايا من بعد ما ضفنا الفرينه نضيفوا عفوا الكرويه اللي معروفه هكا في الجهه الشرقيه بزاف، واحد تقريبا واحد معلقه هكا كبيره ديال الكرويه اللي دايره بحال الكمون، كتعطيها واحد البنه واحد النكهه زوينه بزاف للحريره. حنا ضروري اننا نديروا الكرويه. وفي الاول ما ذكرت لكمش الكبابه كذلك، حتى الكبابه كنضيفوا واحد معلقه صغيره هكا ديال الكبابه. وهنا نضيفوا الشوربه الشعريه على حسب الرغبه كذلك، الكميه اللي بغيتو، سواء الشعريه رقيقه ولا الشعريه الغليظه. هذه اللي ضفنا حنا بقاو نحركوا مع التحريك تقريبا واحد 20 دقيقه ولا حنا كنحركوا حتى كطيب لينا. هذا هو الشكل ديالها بعد ما كطيب، كتجي بنينه بزاف.
وسهلة في التحضير ما فيهاش تعقيدات. كنور كذلك، كاين اللي كيبغي يضيف فيها كنور، كاين اللي ما كيضيفش. حنايا هنا الوالده حتى راها ضافتو، غير ما بانش هذاك المقطع اللي ضافت فيه الكنور. وهنايا بالنسبه للضلوع اللي غنشويو في الفران، ضلوع منقيينهم وغادي نرشوا عليهم هكا، نسرحوهم هكا في صفيحه ديال الفرن مع ورق الزبده، نرشوا عليهم هكا واحد شويه ديال المليحه على حسب الذوق، وندهنوهم بالزيت، زيت نوارة الشمس. ندهنوهم هكا صافي، غندخلوهم الفران سخون، نغطيوهم بالورق الزبده من فوق كذلك، ونغلفوا الطاوه ديالنا مزيان بالبابي الومنيوم، وندخلوهم الفران تقريبا واحد 50-60 دقيقه باش يطيبوا لينا مزيان. نتمنى تعجبكم الطريقه باش حضرنا بها الحريره ديال الوالده، كتجي بنينه بزاف. المهم هنايا انا نقادو هذوك الضليعات ديالنا مزيان في الطاوه ديال الفران مع مليحه وزويته، نغطيوهم هكا مزيان بالورق الفرن كيف سبقت قلت لكم، ونزيدوا البابي الالومنيوم الفوق كذلك باش يرجع عليهم داك البخار ويطيبوا لينا مزيان. وهذا هو الشكل ديالهم تقريبا بعد 50-60 دقيقه بعد ما طابوا لينا صافي وجدوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزليفه ديالنا ديال الحريره اللي حضرت لكم اليوم الوالده. نتمنى تعجبكم هذا الاقتراح كاقتراح غداء، ولا نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم، وتدعمونا بلي لايك وتشاركوا معنا باش نستمروا اننا نشاركوا معكم المزيد من الوصفات ان شاء الله يا ربي، باش ما نعكزوش. وصلنا نهايه الفيديو، نتمنى من القلب انه يعجبكم، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.